الا بغيتي المروزيه تجيك بحال زمان ومحمره ومعسله، تبعي معايا هذا الفيديو وسجلي عندك الوصفه. ومع حنان دائما الوصفات سهله وبنينه. هنا انا استعملت العنقره، ممكن تستعملوا اي بلاصه ديال اللحم كتعجبكم. هادو هما التوابل اللي مكتوبين بالعبارات تحت لا فيديو. كاس الماء مرقت فيه الزعفران وجوج ريوس ديال الثوم. كنرقد هذيك العنقره ديالي مزيان بهذاك التوابل. ممكن تخليوها ليله كامله وممكن تخليوها غير ساعتين. والسر باش كتجيكم المروزيه ديالكم محمره ومعسله هو هذا العسل اللي كديروه من الاول. نص معلقه السمن وجوج عودات القرفه. كنخلي داكشي يتقلى ونزيد عليهم الزيت ونروي عليهم بالماء ونخليهم يطيبوا. من بعد ما كطيب كنزيد عليها الزبيب اللي كنكون مرقداه ديجا في الماء بارد او الماء سخون اللي بغيتو. هنا كنشوف الا خاص العسل كنزيدو، لا ما خاصش صافي. هنا من بعد ما تشربات شوفوا كي جات محمره ومعسله على حقها وطريقه. ضروري تجربوها وتقولوا لي كي جاتكم. ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ليا لايك لا فيديو وتدعيو معايا بالشفاء العاجل والله يحد عليا الباس. هنا كنقدموا الطبق ديالنا. درت عليه اللوز مقلي من الفوق وكل شي حماق على هاد المرزيه وسولني على الطريقه ديالها. حتى نتوما ضروري تجربوها وترجعوا عندي تقولوا لي كيفاش جاتكم.